يبدو أن رونالدو لن يقترب من أي ركلة حرة مع البرتغال بعد اليوم، وهذه المرة السبب ليس المدرب بل لاعب اسمه نيفيش. البرتغال دخلت مباراة أرمينيا بلا رونالدو وبلا نونو مينديش، ومع ذلك تقدم فيغا بهدفه الأول بقميص المنتخب، لكن بعد 10 دقائق فقط عاد الأرمين بهدف أعاد التوتر إلى وجه كريستيانو وهو يشاهد المباراة وكأن قلبه يسحب من مكانه. ثم ارتكب مدافع أرمينيا أغرب هدية ممكنة، تمريرة خاطئة تحولت إلى تمريرة حاسمة، وراموس يعيد البرتغال إلى الأمام بلمسة قاتلة. ولكن القصة لم تبدأ بعد. نيفيش قرر كتابة اسمه بجانب الكبار. صاروخ من خارج المنطقة هز المدرجات، ثم بعد دقائق تقدم نحو الكرة الثابتة التي لطالما اعتبرها كريستيانو مملكته الخاصة، وأطلق ركلة حرة لا تصد ولا ترد. رونالدو لم يصدق ما رأى، نظرة صادمة بين الدهشة والابتسامة المرة، والبرتغال تأهلت رسميا إلى كأس العالم بعد ليلة أهانت فيها أرمينيا كرويا.